بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهارده هنتكلم عن زراعة الخيار وإنتاج وتسميد أحد محاصيل العائلة القرعية، مثال الخيار، القرع، الكوسة، البطيخ، الشهد، الشمام، الأناناس، الكنتالوب. يزرع في 7 شهور من السنة، وهو ميعاد الزراعة شهر 2 و3 و4 اللي هو فبراير، مارس، إبريل، وأشهر 8 و9 و10 و11 اللي هي أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر. يزرع في جميع الأراضي الخفيفة جيدة التهوية، أراضي خالية من الأمراض، حساسة للملوحة. لابد أول شيء تحليل الأرض، تحليل التربة، وتحليل المياه. طبعا حرث الأرض حرث جيد، ثم نزول الخدمة الزراعية 20 متر سماد بلدي، خليط من سماد الدواجن والمواشي والفيرم كومبوست، زائد 200 كيلو سوبر ناعم اللي هي سوبر فوسفات، زائد 50 كيلو كبريت زراعي اللي هو كفر الزيت، خليط مع بعض، ثم نبدرهم، ثم نحرث الأرض، إما أنفاق، إما مصاطب، إما خطوط بمعدل 6 إلى 7 خطوط على الأسابطين سليم. وأحيانا بنضع الخدمة في الخنادق أو المصاطب بعد الحرث، ونردم عليها، وبعد كده نزرع، نفرد الارض الشبكه، وبعد كده نزرع. غمر الارض غمر جيد قبل الزراعه ب4 ايام، ثم فرد الشبكه، ثم فرد الزراعه. الزراعه طبعا بتكون على بعد 25 سم بين الجره والاخرى. اول رايه بعد 5 ايام من الزراعه يوضع في اول رايه 2 كيلو يوري زائد ربع كيلو فولفيك او هيوميك، بالاضافه الى طبعا يتم تعطيش الارض، ثم الري بعد كده تاني ري منتظم. لابد من نظافه الارض من الحشائش، الري الجيد، برنامج التسميد طبعا في 7 صباحا، ري وتسميد في 7 صباحا. جرعة أعفان جذور زي كبريتات النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم. العناية طبعا رشة عناصر زائد أحماض أمينية زائد طحالب بحرية، دي كله مهم، ده كله مهم. طبعا بالإضافة إلى الرية، طبعا الرية الثانية أو الثالثة عبارة عن 2 كيلو 19 زائد كيلو يوريا زائد نص لتر حمض فوسفوريك. الرايه الرابعه 5 كيلو نترات كالسيوم زائد نص لتر نيتريك زائد ثمن برون. الرايه الخامسه 2 كيلو نترات زائد 2 كيلو بوتاسيوم زائد نص لتر حمض فوسفوريك. الرايه الخامسه 2 كيلو ملح مع 2 كيلو بوتاس زائد لتر فوسفوريك. الرايه السادسه 5 لتر حمض فوسفوريك. الرايه السابعه 5 كيلو بوتاس 6 43. وطبعا بنمشي على التسميد المنتظم، ما نتعداش 7 الى 8 كيلو للفدان، إلى أن يصل إلى 10 كيلو معدل التجميع بتاعت الكيماوي. الراية السابعة 10 كيلو مغنيسيوم. الراية الثامنة 5 كيلو بوتاسيوم مع 2 لتر حمض فوسفوريك. الراية التاسعة 5 كيلو ملح زائد 2 كيلو بوتاسيوم و1 لتر فوسفوريك. الراية العاشرة اللي هي 10 لتر حمض فوسفوريك. طبعا نركز على رشة بياض، رشة بياض دقيق، رشة بياض زغبي، رشة أصداء، رشة الحشائش طبعا، أو تنقية الأرض تنقية الحشائش بيدوي او تنقيه يدويه او بمبيد الحشائش، رش حشر المن والتريبس، رش صناعات الانفاق اللي هي الاكاروسات، او رش للدوده القارضه. طبعا ركز على اعفان الجذور واعفان النيماتودا والدوده القارضه والحفار. يتم جمع طبعا الخيار او الحصاد عند عمر من 27 ل 35 حسب الصنف وحسب درجه الحراره. طبعا الوقايه خير من العلاج. اهم شيء تنظيم الأراضي، تنقية الأرض من الحشائش، تسميد والري المنتظم في 7 صباحا. الوقاية من الأمراض الفطرية والحشرية، الوقاية من الأمراض النيماتودا وأعفان الجذور زي جرعة النيماتودا وجرعة الأعفان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.